تم أخذ أقوال المواطن اللي قام تسليما وضبطا داخل الكتيبة. وهذه الجوازات السفر ترجع لعدة دول، منها جمهورية السودان ومنها أثيوبيا ومنها نيجيريا ومنها الصومال الديمقراطية ومنها النيجر وعدة دول أخرى أفريقية وجدناها داخل الكتيبة. الله أعلم سبب وجودها بالداخل، لكن هذه هي موجودة وبها صور وجوازات رسمية صادرة عن الدول بسلطاتها. والى الان طبعا ما تعرفناش على اصحاب هذه الجوازات السفر. نعم، المجموعه هذوما عندهم جوازات والله ما عندهم جوازات. المجموعه هذه طبعا كانوا معهم جوازات بحكم ان هم تم جلبهم على متن الطائرات من منطقه الجنوب، تحديدا من مطار باري حسب ما جاء في اقوالهم في التحقيق. ان هم حضروا من كتيبه من الجنوب، وكان يقودوهم عده من الضباط، منهم من كان من هنا ومنهم من كان من الجنوب، وجو على متن طيارتان نوع ايرباص على اكثر من مرحله. الطيارتان طبعا قاموا باكثر من رحله. نعم. حضرتك النيابه الاستاذ عندي كم احصائيه بالعدد اللي جاء مثلا في الطيارات، بالعدد المرتزق اللي والله جاء؟ هو طبعا احدهم ذكر في التحقيق ان الطائره طبعا إذا كان نحن بنحسبوها بحسب الكم اللي تقدر الطائرة أن تحمله. نعم. من الأفراد. نعم. والطيارتين هذين كان يحملن على أكثر من مرحلة. نعم. فبالتأكيد بتكون الأعداد كبيرة يعني. نعم. أما الباقي وين نقدروا نقولوا لما فروا الباقي هم؟ والله طبعا حسب ما ذكروا هم أن عندما ضاق عليهم الخناق الضباط الذين يقودون هذه الغوغائية، عندما ضاق عليهم الخناق هربوا بما لديهم من أمتعة وبعض الجنود لحمايتهم وبعض الأسلحة، وفتحوا لهم الأبواب وطلبوا منهم الهروب. نعم. فهربوا، وقام المواطنين بضبطهم بشكل سلمي وقاموا بتسليمهم للجهات أو اللجنة المنظمة لهذه الثورة الشعبية. المواطنين الليبيين نظرا لما ذكروه من وأنتم قمتم فتحتم لهم محاضر؟ قامت النيابة العامة بشكل نزيه وفي حضورهم وفي حضور محامين طوعوا بحضورهم عام والدفاع عنهم. محامين ليبيين من مدينة بنغازي مقيدين في نقابة المحامين، محامين خواص من تلقاء نفسهم حضروا معهم التحقيق، ضمنوا لهم ضمانات التحقيق. النيابة ضمنت لهم جميع ضمانات التحقيق. ونعود إلى لندن مع الشيخ ونيس المبروك الداعية الليبي وعضو